السلام عليكم يا حبايبي. انا اماني محمد جايبالكم النهارده وصفه حلوه قوي، وهي الشكلمه. شكلها ولونها وطعمها تحفه تحفه واحلى من الجاهزه كمان، وجربي بنفسك. هقولك مقادير وطريقه سهله ومضمونه باذن الله. يلا بينا، اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه ربنا ينصرهم. ومعلش بقى استحملوني لان صوتي متغير شويه علشان عندي برد. يلا بينا نبدا بسم الله. معايا بولة وهنزل فيها ب3 بيضات مزارع، وعليهم كمان كيس من الفانيليا علشان زفارة البيض، وهنقلب كويس علشان يختلطوا ببعض. وبعد كده هننزل عليهم ب3 معالق كبيرة من السكر، وقلبي الكل مع بعضه بقى يا ست الكل. هنزل عليهم بعد كده بمعلقتين كبار مليانين من السمنة، بمثابة ربع كوباية من السمنة. الله عليها بقى لو استعملت السمنة البلدي بتبقى تحفة. دي سمنة بلدي انا اللي عاملاها، انتي استعملي النوع المتاح عندك مفيش مشكلة، بس السمنة البلدي بتاخدها في حتة تانية خالص. هنضيف السمنة ونقلب الكل مع بعضه كويس. فاكرين البرطمان ده برطمان عسل الجلوكوز، استعملته معاكم في حاجات كتيرة قوي. هاخد منه معلقة كبيرة مليانة من عسل الجلوكوز. هنقلب شوية بقى كده محترمين لحد الخليط ده كله ما يتجانس مع بعضه، وكمان علشان عسل الجلوكوز بتاعنا يدوب في الخليط. ومع الاستمرار في التقليب هتلاقي اللون يفتح معاكي بالشكل ده. واضافتنا بعد كده وهي اللي هتربط لنا الكلام ده كله شوية، وهي 3 معالق كبيرة مليانة من الدقيق. وهنقلب الكل مع بعضه. والاضافة الاخيرة وهي ربع كيلو من جوز الهند، وهنزل بيه كده على مراحل شوية شوية واقلب. وخلي بالك احنا بنقلب بس مش بنعجن، احنا عايزين الكل يختلط مع بعضه بس. حلو قوي كده. وادي الشكلمه بتاعتنا. معايا بقى ورق ميني كاب كيك هتلاقيه عند العطار، ومعايا طبق فيه معلقتين من الزيت. بدهن ايدي زيت خفيف علشان الشكلمه ما تلزقش في ايدي. وبعد كده باخد جزء من الشكلمه واكوره بالشكل ده، واظبطها بقى بحيث انها تكون دايره هرميه علشان تكون شبه اللي بنشتريها جاهزه. وبحطها في ورقه الميني كاب كيك. لا الورق ولا الصينية بدهنهم زيت او سمنة، ما بدهنهمش اي حاجة. وحجم القطعة اللي انت عايزاه بقى يا ست الكل، سواء كبيرة او صغيرة. يعني لو عايزاها كبيرة ممكن تزودي الكمية في ايدك شوية، لكن الحجم ده كان مناسب ليا وكان حلو قوي. وخلي بالك الحجم بيزيد شوية كمان وهي في الفرن اثناء التسوية. طريقة التشكيل سهلة جدا وبسيطة، هتعملي شوية شكلمة أحلى من الجاهزة كمان، ومش هتاخد منك وقت، يعني هتعملي حاجة حلوة وسريعة كمان. ولو ما عندكش قوالب الكب كيك ممكن تدهني الصينية بالسمنة وترصي الشكلمة فيها عادي خالص من غير القوالب، وكملي باقي الخطوات زي أنا ما هعمل. وهرص بقى الشكلمه بتاعتي كده وانظمها، امال ما انا لازم ادلعها. والدلع الحقيقي بقى وهو الكريز الاحمر. باخد كل حبه من الكريز واقسمها ل3 قطع. انا شاريه الشويه دول، ولازم كده اجباري يحط لي الاخضر مع الاحمر. باخد بقى قطعه الكريز واحطها في نص الشكلمه بالشكل ده. عايزه اقولك بتخلي شكلها تحفه تحفه تحفه. بعد ما نخلص الكميه بتاعتنا هنسخن فرن البوتاجاز، وهندخل الصينية بتاعتنا على درجة حرارة 180، يعني التسوية تكون على حرارة متوسطة. وخلي بالك دي جوز هند، يعني سهل ان هي تتحرق لا قدر الله، فدايما تابعيها، هي ما بتاخدش وقت كبير في الفرن. لو استوت من تحت ومن الجوانب وما اخدتش لون معاكي ممكن تشغلي الشواية دقيقة وتتابعيها لحد ما تاخد اللون الذهبي القمر اللي هتشوفيه معايا ده. وادي القمر بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك. واول ما نطلعها من الفرن وهي لسه سخنة هنلمع الوش بسيرب خفيف. ده سيرب تقيل موجود عندي، انا خففته ب4 معالق من المية ولمعت الوش بالفرشة زي ما انت شايفة كده. ونسيت اقول لكم ان انا عملت 22 قطعة شكلمة من ربع كيلو جوز الهند. عايزة اقولك الصينية دي اتنسفت نسف بألف هنا وعافية لكل اللي اكل منها يا رب. يعني لما تعملي اعملي كمية كبيرة، لانه خلي بالك لما بتباتلي تاني يوم بتبقى احلى واحلى كمان من اليوم الاول. وبس خلاص، يا ريت بقى لو وصلتم معايا لهنا ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة باستمرار. وبالله عليكم ما تنسوش دعواتكم لوالدتي بالشفاء، لعل أحدكم أقرب إلى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماني محمد.